ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم قصة سارة وخالد. لكن اتمنى قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد. سارة كانت ست بيت مصرية عادية متجوزة خالد اللي شغال فني تبريد وتكييف، راجل نحت في الصخر عشان يجهز شقتهم في بيت العيلة. خالد كان من النوع اللي بيخرج من الفجر ويرجع بعد العشاء هدومه غرقانة عرق وتراب، كله همه انه يسدد ديونه ويخلي سارة مش محتاجة حاجة. لكن سارة كانت عينيها فارغة، كانت شايفة ان تعب خالد ده قلة اهتمام بيها، وبدأت تزهق من روتين الحياة. في نفس البيت كان ماجد أخو خالد الصغير، شاب نمس وشايف نفسه، ما بيحبش التعب وبيقضي يومه على القهاوي وفي الجيم. ماجد كان دايما لابس على سنجة 10 وريحته برفان، عكس خالد اللي ريحته دايما شقة. بدأت الحكاية بكلمة صباح الخير يا ست الكل وهو طالع على السلم، ونظرة خبيثة وهو بيديها طلبات البيت اللي خالد بعتها معاه. لكن سارة بدل ما تصده بدأت تتمايل قدامه. الشيطان بدأ يصور لها إن ماجد هو اللي هيدلعها ويعوضها عن جفاء خالد. بدأت العزومات تزيد، تعالى يا ماجد اشرب الشاي، تعالى يا ماجد شوف الغسالة مالها. ومن هنا الكلام اتحول من أخبار خالد ايه لخالد ده ما بيفهمش في الستات وانت خسارة في العيشة دي. بقت سارة وماجد بيعملوا مؤامرة يومية. أول ما خالد يقفل باب الشقة الصبح تبدأ الرسايل المسمومة. ماجد يدخل شقة أخوه في غيابه، ياكل من أكله ويقعد على كنبة أخوه ويخونه في عرضه. سارة كانت في قمة الغفلة، نسيت إن ده أخو جوزها، نسيت إن ده بيت العيلة اللي جدرانه ليها ودان. كانت بتستحل الحرام بدم بارد وتقنع نفسها إنها مظلومة مع خالد. الخيانة استمرت شهور، والاتنين بقوا بجحين لدرجة إنهم ما كانوش بيعملوا حساب لأي حد في البيت. وفي ليلة شتا صعبة خالد كان عنده شغلانة في محافظة تانية والمفروض يبات هناك. سارة استغلت الفرصة وعزمت ماجد، لكن النصيب كان له رأي تاني. الشغلانة اتلغت بسبب المطر، وخالد رجع وكان تعبان وهلكان ونفسه بس يترمي في حضن مراته ويرتاح. خالد فتح باب البيت بالراحة عشان ما يفزعش سارة. دخل لقى النور هادي وسمع صوت ضحك خليع طالع من أوضة النوم. قلبه وجع في رجليه، ما كانش مصدق ودانه. فتح الباب وشاف فجعة تنهي حياة أي راجل شاف أخوه سنده، والحكاية اللي كان بيفتخر بيها في وضع مخل مع مراته اللي شقي عشانها. خالد ما نطقش كلمة واحدة، جاله ذهول خلاه مش عارف يصرخ. ماجد زي الجبان شد غطاه وجري من قدام أخوه وهو باصص في الأرض، وسارة قعدت تصرخ وتلطم وتستخبى ورا الباب. خالد بصلها بكسرة نفس وقال جملة واحدة: انت واخويا؟ ده انا كنت بشتغل ليل نهار علشانكم انتوا الاتنين. الفضيحة ما كانتش بس طلاق، دي كانت زلزال. الاب عرف والضغط عالي عنده وجاله شلل نصفي من الصدمة في ولاده. وخالد طرد سارة بقميص نومها في نص الليل، والمنطقة كلها عرفت بالخيانة المزدوجة. سارة رجعت لأهلها واخواتها قطعوها، وابوها ما بقاش قادر يرفع عينه في وش حد. ماجد هرب وترك سارة تواجه الوسخ لوحدها، لأنه ببساطة ندل وما يعرفش يعني ايه شرف. النصيحة بقى يا ست الكل، يلي الشيطان ممكن يوزك أو يصورلك إن الحب مبرر للغلط، اسمعي النصيحة دي بقلبك. خيانة الأخ ما فيهاش رجوع، أي خيانة صعبة، بس مع أخو الجوز دي موت وخراب ديار. انت مش بتخوني راجل، انت بتهدي عيلة وبتقطعي رحم. اللي يخون دمه مش هيصونك. ماجد في القصة دي نموذج لكل راجل خاين، أول ما الحقيقة بانت هرب زي الفار وسابها تغرق. اوعي تفتكري ان اللي يرضى يخون أخوه في عرضه
هيعملك قيمة أو هيتجوزك في يوم من الأيام. انتي بالنسبة له تسلية رخيصة والوجع ملوش علاج. خالد في القصة دي عمره ما هيرجع يثق في ست تانية، ولا عمره هيسامح أخوه. انت دمرتي حياة إنسان طيب عشان نزوة تافهة. الفضيحة ما بتموتش، الناس ممكن تنسى أي حاجة إلا الخيانة. الوصمة دي هتفضل ملحقاكي انت وأهلك وأولادك طول العمر. ونصيحتي الأخيرة ليكي، لو حاسة بفتور مع جوزك اتكلمي، لو مش قادرة اتكلمي، اتطلقي، اطلبي حريتك بشرفك وكرامتك، لكن اوعي تخوني واوعي تقربي من بيت العيلة ومن اخوات جوزك، لان دي نار هتحرقك اول واحدة قبل ما تحرق اللي حواليكي. ربنا يسترنا ويستر عليكي. وفي نهاية الفيديو أتمنى لو القصة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان تشوفوا منا كل جديد.